كان في زيادة في أسعار الرز الشعير اليومين اللي فاتوا. وصل سعره ل17,500 جنيه. الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب، والرز الشعير العريض 18,500 جنيه. ولكن اللي حصل اليوم في عرض كبير جدا من الرز الشعير موجود في السوق، أدى إلى ثبات أسعار الرز الشعير وهدوء نسبي في الأسعار. بس الطلب موجود وموجود بقوة من شهر 12، وإن شاء الله مكمل معانا لحد شهر رمضان. احنا لسه في بداية السنة، بس النهاردة السوق محكمة على الكل. السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. فيديو اليوم هنتكلم فيه عن أسعار الرز الشعير، وأسعار الرز الأبيض، وأسعار مخلفات الرز، وأسعار الفاصوليا والكراوية، ومعانا أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي، وفول الصويا المستورد وفول الصويا المحلي، ومعانا أسعار مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. لو عايز تعرف كل ده وأكتر، اشترك معنا في القناة عن طريق الضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك تقرير يومي بأسعار الرز الشعير وأسعار جميع المحاصيل الزراعية. هنبدأ معاكم بأسعار اللب. سعر لب الكوسة البضايع العالية 195 جنيه للكيلو، والبضايع الوسط 180 جنيه للكيلو. أما سعر اللب السوبر البضايع العالية 130 جنيه للكيلو، والبضايع الوسط 120 جنيه للكيلو. أما بالنسبة للبضايع الأقليات من 80 جنيه ل 90 جنيه للكيلو، ودي بيبقى سعرها على حسب اللون ودرجة وجودة البضاعة. أما أسعار اللب العباد الخام النهاردة البضايع العالية 37 جنيه للكيلو، وأسعار اللب العباد منخفضة نتيجة قلة الطلب على اللب في السوق. اللب العباد المتغربل غربال 7.5 من 47 جنيه ل50 جنيه للكيلو، وغربال 8 بيوصل لحد 55 جنيه للكيلو. أما أسعار اللب الخشاب البضايع العالية 200 جنيه للكيلو، وسعر الفول السوداني الأمريكي الإرداب 75 كيلو من 3300 جنيه ل 3400 جنيه الخام، والمفروز بيوصل سعره ل 4300 جنيه للإرداب. أما أسعار الفول السوداني الأربانش من 2600 جنيه ل 2800 جنيه للإرداب، والفول السوداني الإنسي العوينات متوسط سعر الإرداب ب 4400 جنيه. أما أسعار السمسم النهاردة ديل الجمل متوسط سعر الطن من 94,000 جنيه ل 96,000 جنيه للطن، والسمسم الأبيض متوسط سعر الطن من 75,000 ل 78,000 جنيه. أما السمسم الشندويل 3 فبيقل عن سعر السمسم ديل الجمل من 2000 ل 3000 جنيه، وسعر السمسم الكشري بيقل عن سعر السمسم الأبيض من 2000 ل 3000 جنيه في الطن. أما عن أسعار الفاصوليا، عندنا فاصوليا صيفي وفاصوليا نيلي شتوي. الفاصوليا الصيفي 60,000 جنيه للطن، أما الفاصوليا النيلي الطرية والرفيعة بيوصل سعرها من 45,000 ل 48,000 جنيه. أما الفاصوليا النيلي الملدنة من 48,000 ل 51,000 جنيه، والفاصوليا الناشفة البضايع العالية الكويسة من 51,000 ل 53,000 جنيه. ولو هتسلم محطات بيوصل سعر الطن في المحطات ل 54,000 جنيه، ولو هتسلم مخازن ومخزنين بيوصل سعر الطن 55,000 جنيه. أما عن أسعار الكراوية، في ثبات في أسعار الكراوية 48,000 جنيه، وبالنسبة لأسعار اللوبيا الحمراء الكاملة 75,000 جنيه للطن. السعر ده على وشه من غير غربلة. بالنسبة لأسعار القطن جيزة 94 في المزاد اللي فات كان عامل 10,000 جنيه، و96 كان عامل 10,500 جنيه. بس المنظومة هتحاسب الناس على الإنطار ب12,000 جنيه وجه بحري كسعر ضمان، و10,000 جنيه وجه إبلي كسعر ضمان. بس لازم المزاد يتعمل علشان الشركات تدفع الفلوس للناس
وأسعار القطن خارج المزادات: جيزة 94 من 8700 جنيه ل 8900 جنيه للإنطار. سعر البرسيم في سوق المحلة النهاردة العرض قليل جدا، والسوق موجود فيه برسيم متعقب. وزن الإرداب 168 كيلو مع وجود كيلو عيار، سعره من 11400 جنيه ل 11600 جنيه للإرداب. بالنسبة لأسعار القمح، في انخفاض في أسعار القمح الأوكراني 11.5% بروتين 100 جنيه وصل سعره ل 12900 جنيه، والقمح الروسي 11.5% بروتين في انخفاض 200 جنيه وصل سعره ل 13000 جنيه من أرض المينا، والقمح الروسي ل 12.5% بروتين في انخفاض حوالي 200 جنيه ووصل سعره ل 13200 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار القمح البلدي فسعر الطن 14300 جنيه، والإرداب 150 كيلو متوسط سعر الإرداب 2150 جنيه. في ارتفاع في أسعار الردة البران، وصل سعر الطن ل 11000 جنيه بعد الارتفاع اللي حصل فيها 700 جنيه في سعر الطن. أما الردة في المطاحن متوسط سعر الطن من 11500 جنيه ل 11800 جنيه في الطن. الكشب العباد 36% بروتين متوسط سعر الطن من أرض المينا 15800 جنيه. أسعار الرز اليوم: الرز النهاردة الشعير موجود لدى الفلاحين والمخزنين، بس السنة دي الرز أقل عن السنة اللي فاتت بحوالي 3000 جنيه. الفترة دي كان الرز وصل ل20,000 جنيه للطن، النهاردة بنتكلم في حدود 17,000 جنيه. يعني السنة دي واضح إن مفيش إنصاف للفلاح نهائي. وصل سعر الرز الشعير العريض وصل للمضرب من 18,000 جنيه ل 18,200 جنيه على حسب نسبة التصافي وجودة البضاعة. وبالنسبة لأسعار الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب من 17,300 جنيه ل 17,500 جنيه للطن. أما أسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب بيتراوح سعر الطن بضاعة على جودة زيت وبخار وسيروتكس من 28,300 جنيه ل 28,500 جنيه. وسعر الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب البضايع العالية المخدومة كويس من المضرب زيت وبخار وسيروتكس من 26,400 جنيه ل 26,600 جنيه للطن. أما أسعار مخلفات الرز هيبقى فيها زيادة الفترة اللي جاية. سعر السرس المطحون 1700 جنيه للطن، والسرس المفلتر 2000 جنيه للطن. أما سعر الكونة 10,500 جنيه، وكسر الرز الناعم 13,200 جنيه للطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.